السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة عاملة الطحينة زي ما انتم شايفينها كده. قوامها جميل جدا اهي. ايه رأيكم؟ دي كانت عبارة عن ايه المقادير بتاعتها؟ دي عبارة عن كوباية دقيق، كوباية زيت. بصوا القوام عامل ازاي، مظبوطة جدا وحلوة قوي يعني ايه، والمقادير كلها متساوية. كوباية زيت، كوباية سمسم، كوباية دقيق. طبعا بنحط كله في الخلاط وبتضربيها كويس قوي قوي قوي. بص القوام عجبني قوي، جميله جدا. طبعا دي ما بستغناش عنها، الطحينه لازم تكون موجوده عندي في البيت. يعني تحطي على، تعملي بتنجان مشوي، تعملي مثلا لو خلاص بقى مثلا زهقتي من الاكل او كده، بتعملي عسل بطحينه، تعملي جبنه قديمه. مثلا لو عندك رنجايه ولا حاجه برضه تحطي عليها، بتحطيها على حاجات كتير، بس اعمليها لكل حاجه الصراحه يعني. يعني في حاجات كتير قوي بنستعملها احنا بالايه، بالطحينه. عجباني قوي القوام بتاعها ده بصراحه، جميله جدا، ولا الطعم، طعمها رهيب. انتي بتحطي المقادير كلها متساويه. قلنا كوبايه سمسم، طبعا بتكوني طبعا نخلاه كويس قوي ومنقياه، ومثلا ايه بتديله تحميصه بسيطه كده على النار، بس طبعا ما تسيبوش كتير عشان ما يتحرقش منك. والتسخينه كده ايه بسيطه خالص. وتحضري بقى الخلاط بتاعك، او لو في مثلا تعملها في كبه عادي خالص. لو مفيش خلاط تعملها في الكبه اللي هي بتاعت التوابل. بتحطي كوبايه دقيق، وبتحطي الزيت، يعني كله كده على بعضه. يعني بتلاقيها ايه لما طبعا بتضربي بتشغلي الخلاط، بتلاقيها ايه ظبطت معاكي، وبتبقى بتطلع لك نفس القوام ده كده بالظبط. كله في الخلاط، وبتلف الخلاط عليها مرة واتنين وتلاتة كده لحد ما هي تتجانس كلها مع بعضها، وبتبقى طحينة زي ما انت شايفة كده اهي. سهلة جدا وبسيطة، وطبعا عملتها يعني ايه برضو رخيصة عما بتجيبها من بره. كيلو بره بقى ب60 جنيه تقريبا كده. لا انت تجيبي كوباية الدقيق، لو هتجيبي مثلا نص كيلو دقيق يا ستي، ولا كيلو تخليه عندك مثلا تعملي برضو كيكة بتاع. لو بتعملي مثلا برضو مخبوزات في البيت ولا حاجة هينفعك. مثلا كيلو دقيق ب10 12 جنيه، مش مشكلة برضو، هينفعك يعني الحاجات تانية. هتعملي بيه كذا حاجة، خلي بالك. كوباية السمسم مثلا، هاتي ربع كيلو سمسم على قد احتياجاتك، ما تكتريش، عشان برضو الحاجة ما بتطول يعني ايه في التلاجة وكده. لا حتى يعني طعمها بيتغير. يعني مثلا الحاجة ممكن مثلا قعدت كتير تزرنخ او كده، طعمها بيغير. لا احنا نجيب ايه السمسم على القد قيمة، هو ايه ربع كيلو سمسم. تمام كده. وكوباية الزيت، طبعا ايه موجود عندك الزيت في البيت. يستحسن مثلا لو ايه زيت ذرة او زيت يكون رايق شوية، ما يكونش ليه ريحة ولا حاجة يعني، عشان ما يغيرش طعم الايه الطحينة بتاعتك. لو هتستعملها مثلا ايه الحلويات او كده، طعمها يبقى جميل، ما يبقاش طعمها مزرنخ يعني. لو الزيت عشان هي بتبقى كلها زيت زي ما انت شايفة كده. لو الزيت يعني مش حلو، طعمه مش حلو او ريحته مش حلوة، هيخلي لك الطحينه بتاعتك طعمها برضو مش حلو، هينعكس عليها على الحاجات اللي انت بتعمليها بيه بالزيت. لا لازم الزيت يكون معانا كويس، زيت ذرة او زيت يكون للاكل يعني وكل حاجه، بس يكون يعني نوعه حلو، جودته كويسه، ما يكونش مزرنخ او كده او غامق او ليه ريحه. واشتغلي بيه عادي خالص، وهيديكي ايه نفس القوام كده اهو. وطبعا هي بتبقى ريحتها كلها سمسم، يعني كوباية السمسم اللي احنا بنحطها بتبقى طاغية خالص على الدقيق بقى واكيد طبعا لازم الزيت زي ما قلنا يكون جودته كويسة او نوعه حلو. لو زيت ذرة بيكون طبعا افيد بكتير. يديكي طبعا المنتج اللي انت شايفاه، يديكي الطحينة اللي انت بتعمليها طعمها حلو جدا وريحتها حلوة، ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي تعليقات بقى ولا اي حاجة.
انما لو حطيتي مثلا دي مثلا حاجه اي كلام او كده ممكن تكلكع منك او كده، او برضو بيبقى فيه دي، خلي بالك معطن. يعني لو مدة صلاحيته انتهت او كده برضو هيديك نتيجة مش كويسة. والسمسم برضو لازم يكون ريحته حلوة كده وصابح. قبل ما تجيبي الحاجة برضو تختبريها الأول وتشوفيها. بس كده هتديكي نتيجة زي الفل. عايزة تحطي، بس احنا طبعا قلنا عشان ايه، للحلويات وكده. كنت عايزة اقولك لو عايزة تحطي ندعة ملح صغيرة، ندعة ملح صغيرة تظبط قوامها يعني وطعمها وكده. بس احنا طبعا لا، احنا هنستعملها للحلويات، لده ولده. يعني الحلويات والايه يا حادق وحلو. لا خليها كده، ما تحطيش ملح ولا حاجة. لو هتخليها للحوادق بس فقط لا غير، لا حطي سنة ملح تظبط لك الطعم بتاعها. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.